السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، معاكم هالة حافظ ادمن جروب ماجيك هاند كرافت للاشغال اليدوية. والنهاردة عشان انتوا وحشتوني جدا جدا جايبه لكم حاجة جميلة جدا انتوا طلبتوها مني في الكومنت اللي تحت الفيديوهات، وهي الشنط. فالنهاردة هنعمل مع بعض شنطة تحفة بباترون روسي، شنطة تيشيرت او شنطة بخيط الكليم. الشنطة دي جميلة جدا، تعالوا نتفرج عليها سوا كده. بصوا حبايبي، ده شكل الشنطة من قدام، شكلها من فوق من الظهر اهي. شوفها ونشوفها ونشوفها من جوه. عايزه بس اوريها لكم قد ايه واسعه من جوه. انا مقفلاها هنا بكبسونه ماجنتيك، وحاطه لها لوجو، وحاطه لها حليه عباره عن الكره الفرو وميداليه، وعامله الايد بتاعتها بالسلسله. سهله جدا وسريعه جدا جدا. يلا بينا نشوف هننفذها ازاي مع بعض. اولا انا هستخدم اللون ده في خيط التيشيرت. محتاجاه حبايبي خيط تيشيرت عريض، مش محتاجاه خيط رفيع عشان الشنطه تطلع بالشكل اللي احنا شفناه هنا. فعايزين خيط تيشيرت عريض، او مره تانية خيط الكليم اللي ما يعرفش ان التيشيرت هو خيط الكليم، عايزينه عريض وعايزينه نوع كويس والاسترتشنج بتاعته كويسه. وموجود دلوقتي طبعا هو الخيط اللوكس موجود في كل المحلات حاليا، وفي بيع اونلاين سعره في حدود ال 35 ل 40 جنيه. محتاجه كميه قد ايه؟ محتاجه في حدود من 650 ل 700 جرام. تمام، يعني هتجيبي كيلو الا ربع خيط. تمام. تاني حاجه بقى، محتاجين ايه؟ محتاجين الاكسسوارات اللي احنا هنحطها في الشنطه. دي كوره فرو، محتاجه السلسله بتاعتي. طول السلسله حبايبي زي ما انت حابه، الطول المثالي الشنطه على الكتف متر. لو انت عايزه اكتر من كده بتعمليها، لو عايزه تعمليها كروس من 120 ل 140 جنيه حسب حجم اللي بتلبسها. محتاجه ميداليه عشان نبقى زي الشنطه الاصليه بالظبط. وهنغير بس عن الشنطه اللي احنا عاملينها القفل بتاعنا، هنجيب قفل من الاقفال دي. وعايزين 2 حلقه من الحلقه اللي هي اسمها حلقات سهله الفتح. تمام. كل الخامات اللي معايا انا جبتها بلونها ذهبي. محتاجه ايه كمان؟ محتاجه الابره بتاعتي تكون نمره 9 او 10 او 8. كله حبايبي بيتوقف على ايه؟ بيتوقف معايا على تخانه خيط الكليم او التيشيرت اللي معايا. مش عايزه اقل من 8 والا كده هيبقى خيط رفيع. تمام. محتاجه كمان المقص بتاعي، محتاجه الزراديه، محتاجه كمان الابره بتاعه تقفيل الكروشيه، لكن الابره اللي فيها عين واسعه. خلاص، يلا بينا نتوكل على الله ونشوف هنعمل ايه. كل الحاجات دي هجيبها على جنب ما عدا الخيط بتاعي هنبتدي نشتغل بيه. اول حاجه اللي ما يعرفش يبتدي غرزه البدايه، عشان الشنطه دي برضو سهله جدا، تنفع للمبتدئين وللمحترفين. النتيجه الشنطه هايله. نسمي الله كده. اول حاجه بحط الخيط بتاعي كده وبعمل له حلقه، وبعد كده بقلبه على ورا على الظهر على الخيط الطويل، واسحب الحته اللي في النص دي معايا غرزه البدايه. انا مش محتاجه هنا ضلع طويل، محتاجه حاجه بسيطه جدا. هعمل ايه حبايبي؟ محتاجه اعمل 30 سلسله. 30 سلسله. يلا نتوكل على الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. معانا كام؟ 30 سلسله. طيب بعد كده حبايبي هعمل ايه؟ ركزوا بقى معايا. انا عايزه اشتغل على الغرزه اللي في الظهر، ظهر غرزه السلسله، مش الباك لوب. دي الفرونت لوب ودي الباك لوب. انا عايزه اشتغل على الظهر ده. خلاص، ركزوا معايا. هعمل ايه؟ انا هقفل السلسله بالمنظر ده. انا قلبه وش السلسله في النص وجايبه الظهر قدامي. هشيل الابره من الخيط، ادخلها في اول غرزه هنا واسحب الخيط بتاعي اهو. تمام اهو. ادي وش السلسله وادي ظهرها. مهمه جدا الخطوات وركزوا معايا. خلاص. تاني حاجه هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اشتغل على الغرزه من الظهر زي ما احنا شايفين. هعمل ايه؟ هعمل بس غرزه صغيره ارتفاع، وبعد كده هبتدي اخش اعمل غرز حشو هنا. ادي 1 ادي 2. ركزوا معايا انا بعمل فين. هقرب لكم كده شويه.
بصوا كده، ادي 3. انا بشتغل فين حبايبي؟ في الحته اللي ورا دي. ادي 4، وهشتغل كل السلسله اللي احنا عملناها، وادي 5. هشتغل كده لغايه ما اوصل لهنا 30 غرزه حشو. هخلصهم وارجع لكم حالا. حبايبي انا رجعت لكم تاني، انا ما عملتش اي حاجه غير ان انا عملت 30 غرزه حشو على 30 سلسله، تمام كده. وزي ما اتفقنا احنا بنشتغل على ظهر الغرزه. ليه بنعمل كده حبايبي؟ عشان تطلع لنا الغرزه من هنا عامله كده. ليه؟ لان ده الوش بتاع الشنطه، ده الشنطه دايره الشنطه من فوق. ركزوا معايا، الشنطه دي بتقنيه مختلفه عن اللي احنا متعودين عليه. هبتدي هقفل عادي خالص اهو، كويس كده. استنى اضيق الاول الغرزه دي شويه بس، وابتدي هقفل الشغل بتاعي. اوكي اهو، خلاص. انا كده معايا 30 غرزه واقفين معايا كده بالمنظر ده. طبعا انا الحته دي الديل ده ما يهمنيش، انا هخفيه حالا ما فيهوش اي مشكله. خلاص. بصوا حبايبي، انا هشتغل في كل جنب من جناب الشنطه 3 غرزه باف مايله. طب حد يقول لي انا ما اعرفش غرزه الباف المايله دي اعملها ازاي؟ نركز مع بعض بالراحه كده. هسيب اول غرزه اهو، اول غرزه قدامي اهي، وهشتغل في تاني غرزه هشتغل فيها غرزه حشو. سهل كده، خلاص سهل. هنزل في الغرزه الاولانيه اللي انا سبتها، واخد لفه واطلع، وبعدين اخد لفه على الابره وانزل اخد لفه واطلع، وبعدين اخد لفه على الابره واخد وانزل اخد لفه واطلع، واروح طالعه من كل الشغل ده. دي غرزه الباف المايل. مره كمان انا هسيب الغرزه اللي جايه واروح داخله في اللي بعدها اعمل غرزه حشو، وبعدين هنزل في اللي انا سبتها، هاخد لفه واطلع. اول مره بنزل من غير ما تكون معايا حاجه على الابره، تاني مره الف لفه وانزل، تالت مره الف لفه وانزل، واخد لفه واطلع من كل اللي معايا على الابره. واضحه؟ يلا بينا نكمل. هسيب الغرزه دي اخش في اللي وراها غرزه حشو عاديه خالص، تمام. هنزل في الغرزه الاولانيه اللي انا سبتها واخد لفه واطلع، وبعدين اخد لفه على الابره وانزل فيها مرتين، ادي مره وادي التانيه، واريح غرزتي كده، وبعد كده اخد لفه واطلع منهم كلهم. بصوا عملت 3 غرز باف. هنا بقى هشتغل ازاي؟ الحلوين يركزوا معايا. انا عايزه اشتغل من اول الغرزه الجايه دي في كل غرزه غرزتين، غرزه بين هنا بين الغرزتين دي وغرزه جوه الغرزه. ازاي؟ يلا بينا. اول غرزه بصوا فين؟ في الخرم اللي بين الغرزتين، غرزه حشو ادي واحد، والتانيه جوه الغرزه نفسها. هكرر ده كام مره؟ 9 مرات. الدور المهم الاولاني ده مهم جدا. خلاص، الاولاني في الغرزه، يعني احنا الاولاني عملناه حشو، ده التاني اللي هنعمل فيه الغرزه. يبقى كل واحده هعمل فيها غرزه في نص الغرزه، غرزه حشو في نص الغرزه، وفي اللي بعدها غرزه جواها. ادي كده عملت ايه؟ الكلام ده مرتين. هكرر ده 9 مرات. ادي الغرزه اللي بين وادي الغرزه اللي جوه، ادي كده 3. تمام. 4. خامس مرة. سادس مرة. سابع مرة. ثامن مرة. تاسع مرة. هرجع راجعهم تاني. دول هيطلعوا لي لو انا مظبوط هيطلعوا لي 18 غرزة. اعدهم بقى. تمام.
يلا بينا. تمنتاشر غرزة بالتمام. خلاص هبتدي اعمل نفس 3 غرز الباف اللي انا عملتهم الناحيه دي هعملهم الناحيه التانيه. ازاي؟ يلا نفكر بعض بيهم. بسيب الغرزه الاولانيه وبخش في التانيه غرزه حشو، وبعدين اعمل غرزه الباف. اول واحده من غير لفه على الابره، تاني واحده بلفه على الابره وبطلع، وتالت واحده بلفه على الابره وبطلع، وبعدين اسويها واروح طالعه منها كلها. تاني الغرزتين اهم، ما تتلخبطوش، دي احنا شغالين فيها غرزه حشو فعلا. اسيب دي واخد اللي وراها غرزه حشو، وبعدين ارجع اعمل غرزه البف اللي انا سبتها. ادي واحده لفه واطلع، وكمان مره لفه واطلع، اشد اريح غرزتي كويس واروح طالعه من كل اللي معايا على الابره. تمام تمام. مره كمان هسيب دي واخش في اللي بعدها. اشتغل ازاي؟ دي اول غرزه، وادي الثانيه، وادي الثالثه. كده حبايبي انا خلصت الجنب التاني من غرزه البف. هعد الغرز اللي عندي هنا. لو الغرز اللي عندي هنا 9 ابقى انا مظبوطه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زي الفل. هشتغل فيهم ايه؟ زي ما اشتغلت الناحيه دي بالتمام، غرزه من بره وغرزه من جوه. خلاص؟ يبقى غرزه اسحبها كده من بره، والتانيه من جوه الغرزه. خلي بالنا من الدور ده عشان هو تأسيس الشنطة. ادي تاني مرة غرزة بين الغرزتين وغرزة جوه الغرزة نفسها، جوه غرزة الحشو نفسها. ده انا بعمل كده ليه؟ عشان بعمل تزويد، انا عايزة ازود اهو. وادي التالتة معايا، الرابعة، بحيث في الاخر هيطلعوا لي كام؟ هيطلعوا لي برضو 18 غرزة. نعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ادي ال 17 وادي ال 18. ابقى انا كده ايه؟ كملت السطر بتاعي. خلاص ده اول سطر من الشنطه. خلاص بصوا حبايبي، الدور الثاني في الغرزه يعني او الثالث في الشنطه هنعمل ايه؟ عايزاكم تركزوا معايا كويس قوي قوي قوي. خلاص احنا مش بنقفل الشنطه في كل دور خالص، تمام؟ احنا مش بنقفلها، لكن لو عايزين تقفلوها مفيش مشكله. لو عايزين نقفل هنا بغرزه منزلقه كده مفيش مشكله، بس انا مش عايزاها تلخبطكم، فبلاش نقفل بغرز خالص. خلينا شغالين دائري، خلينا شغالين دائري. دي غرزه الباف بتاعتنا اللي احنا عملناها في الدور الاولاني، فيها فوقيها غرزه وبعديها غرزه. هشتغل في اللي بعديها تاني واحده غرزه حشو كده، واشتغل في الاولانيه غرزه باف تانيه. هنكررهم تاني يا جماعه، مش عايزه حد يقلق. ادي 2 ادي 3 عملنا غرزه باف. تاني ادي غرزه وادي غرزه، ادي غرزتين تمام معايا. هسيب الاولانيه واخش في الثانيه غرزه حشو.
والاولانيه هرجع اعمل فيها غرزه بف. مره كمان هسيب دي وهخش في دي غرزه حشو، وبعدين هرجع تاني اعمل بف في اللي قبلها على طول. ومنساش اريح الغرزه كل مره. اهو. طيب هنا بقى، هنا كل غرزه هشتغل فوقيها غرزه، لكن مش جواها، هشتغل جواها. بصوا لي كده، انا هقرب معاكم خالص. دي غرزه حشو، هشتغل فيها غرزه حشو جواها. ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاته، ادي اربعه، خمسه، سته، سبعه، تمانيه، تسعه، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 15 دي عايزه اظبطها شويه. اهو 15، 16، 17، 18. 18 غرزه حشو، كل غرزه جواها غرزه. اقربها لكم تاني. تمام. طيب هلاقي هنا قابلني ايه؟ قابلني ايه؟ قابلني دي مش غرزه، ها؟ دي مش غرزه احنا شغالين فيها، احنا هنشتغل في دول. ماشي؟ ادي واحده وادي التانيه، دي مش غرزه معايا، خلي بالي. هشتغل ايه؟ هشتغل كام غرزه؟ 3 غرز بف في الجنب ده، 3 غرز بف. خلاص؟ هسيب دي وادخل في دي غرزه حشو، وبعدين هشتغل غرزه البف في الغرزه اللي تسبقها على طول. ادي واحده، ادي التانيه، ادي التالتة. خلي بالكم انتوا عاوزين عضلات في غرزة البف بتاعت التيشيرت. ادي ايه؟ ادي واحدة. بعدين هسيب دي واخش في اللي وراها. هاخد الاولانية ارجع اعمل فيها غرزة البف. معلش انا لازم ايه اريح الخيط شوية عشان ما يبقاش عريض قوي معايا. تمام اهي. برضو هسيب دي واخش في التانية، وبعدين هاخد ايه 3 غرز. ادي واحدة، اتنين، ادي تالت. احنا كده حبايبي خلصنا الدور التاني من غرزة البف. خلاص نفس اللي انا عملته هنا هشتغله هنا. هشتغل 18 غرزة حشو جوه الغرز. يلا بينا، كل غرزة جواها غرزة. ادي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، 10،
11 12 13 14 15 16 17 18. انا كده خلصت الدور التاني من الشنطة اهي. زي ما اتفقنا دي فتحة الشنطة من فوق، هتبقى الشنطة كده خلاص. طيب مطلوب مني اعمل ايه؟ مطلوب مني اعمل 3 ادوار كمان فوق دول، يعني دي 1 2 هشتغل 3 4 5 بالظبط زي ما اشتغلت الدور التاني، كل غرزة جواها غرزة واعمل 3 غرز باف في الجناب. خلاص هشتغل دول وهرجع لكم تاني عشان وقت الفيديو. حبايبي بصوا انا اشتغلت كده كام غرزة، كام سطر، 1 2 3 4. انا كده فاضل لي دور. انا بس حبيت اوريكم الشكل عامل ازاي. لما بيكبر بتبتدي الشنطة هتكبر كده، وهنرجع نقوس الشنطة مرة تانية عشان نلمها. شايفين الشكل عامل ازاي؟ تمام. هخلص الدور اللي فاضل وارجع لكم تاني. حبايبي انا رجعت لكم تاني بعد ما خلصت ال5 ادوار اللي احنا اتفقنا عليهم. نعدهم مع بعض تاني اهم: 1 2 3 4 5. والناحية التانية لازم نتأكد من الناحيتين: 1 2 3 4 5. الدور الجاي هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اعمل تنقيص في الشنطة. هبتدي اعمل التنقيص بتاعي في الشنطة. خلاص هعمل التنقيص ازاي؟ قاعدة في الشنطة دي الجناب بتاعتي ثابتة لغاية آخر الشنطة، ما غيرش حاجة في غرزة ال3 الباف المايلة، دول ثابتين معايا في كل اللي جاي. بصوا حبايبي هبتدي اشتغل غرزة الباف. برضو اني اقرب لكم تاني، انا ما بشتغلش دي ودي، انا دي تعتبر واصلة مش غرزة. الغرزة اهي، اول غرزة اهي وتاني غرزة اهي عشان محدش يتلخبط. انا هشتغل في التانية غرزة حشو وارجع اعمل غرزة الباف المايلة هنا. ادي 1 ادي 2 ادي التالتة واقفل. تاني ما اشتغلش في دي عشان دي فيها الغرزة الحشو اللي احنا لسه عاملينها، اسيب دي واشتغل في التانية. يا رب يكون الشغل ايه واضح. اول واحدة بخشها من غير لفة على الابرة، والاتنين التانيين بلفة. ادي واحدة وادي التانية. خلي بالي وانا بشتغل عايزة هنا فعلا قوة جامدة عشان الخيط تخين. برضو بسيب دي واشتغل في اللي بعدها. ادي 2 وادي 3. بصوا لي كده حبايبي، انا هنا خلصت الدور ده في غرزة الباف. اما اللي بتقولوا لي بقى التنقيص هيحصل فين؟ التنقيص هيحصل من اول هنا. ركزوا بقى معايا، مش انا بشتغل الغرزة كل غرزة جواها غرزة، لا هفوت الغرزة الاولى والغرزة الاخيرة. هيبقى بدل ما دول هيبقوا 18 غرزة هيبقوا 16 غرزة. هفوت دي من غير شغل واشتغل اللي وراه. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12. لا مبقاش غرزي واسعة. 12 13
14 15 16. بصوا لي بقى، الغرزه دي مش هشتغلها خلاص، هبتدي اخش على غرزه الباف على طول. هسيب اول غرزه في غرزه الباف، ماليش دعوه بده خالص، هشتغل هنا، اسيب اول غرزه واشتغل تاني غرزه. واما اجي اعمل غرزه الباف اخش في الاولانيه اللي فوق غرزه الباف. ادي واحده، ادي الثانيه، ادي الثالثه، الجنب التاني برضو اسيب دي اخش في اللي وراها. ادي واحده غرزه حشو، وارجع في اللي قبلها اعمل غرزه الباف اللي معايا. ادي 1 2 3، اشد اريح واسحب من كل اللي معايا على الابره. مره كمان اسيب دي واخش في اللي وراها. 1 غرزه حشو وارجع اعمل غرزه الباف. تمام. طيب الناحيه دي تيبيكال، اللي عملته في الناحيه الثانيه هعمله هنا. هبتدي افوت الغرزه الاولى والغرزه الاخيره. ادي الغرزه الاولى عندي اهي، مش هشتغلها، هشتغل على الثانيه على طول، وابقى شاده ايدي هنا عشان ما اسيبش فراغات. انا بعمل كده ليه؟ عشان الشنطه تلم مني وتنقص. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. بصوا حبايبي كده، 17 دي مش هشتغلها، ماليش دعوه بيها. انا سبت واحده من قدام، سيب واحده من ورا. بصوا لي كده الشكل ابتدى يبان اهو اهو. تمام. عايزاكم تعملوا ايه؟ احنا كده عملنا ايه؟ سطر واحد تنقيص. هتعملوا سطر تاني تنقيص بنفس الطريقه، هسيب غرزه في الاول وغرزه في الاخر، سطرين كمان، يبقى احنا هنوصل لغايه ما يبقى عندي في صفوف الباف دي 8. انا كده 1 2 3 4 5، وعملت واحد تنقيص بقوا 6. هعمل السابع والثامن بنفس طريقه التنقيص ونرجع نقابل بعض تاني. تمام. هعمل الدورين دول وارجع لكم تاني نفس اللي احنا عملناه بالظبط، لا تزودوا ولا تنقصوا عن اللي انا قلته. يعني اسيب غرزه في الاول وغرزه في الاخر، من قدام ومن ورا، والباف اللي في الجناب ثابت من غير تغيير. هعملهم وارجع لكم تاني السطرين اللي فاضلين. حبايبي انا رجعت لكم تاني بعد ما خلصت الثمانيه اللي في كل اتجاه اللي احنا اتفقنا عليهم. بصوا حبايبي ركزوا بقى معايا كويس جدا، احنا هنعمل ايه بعد كده. هنا هيبقى عندي حوالي 12 غرزه حشو. طبعا في قلب الغرزه زي ما احنا متعودين، السطر ده واللي بعده هنقص 2 يمين و2 شمال. لكن ركزوا معايا، هنقصهم ازاي؟ هنقص اليمين بطريقه ان انا افوت الغرزتين، وفي الشمال هشتغلهم والمهم. هنفهم الكلام ده مع بعض حالا. انا عندي اهو ادي غرزه ودي الثانيه هفوتها وهخش في ايه؟ في الغرزه الثالثه. ادي 1 2 3 4 5 6. انا عايزه بس اقرب لكم شويه.
ادي 7. المفروض هنا الغرزه الثامنه هي الغرزه الاخيره، الغرزه دي، والمفروض افوت دول. لكن حبايبي لما انا بشتغل ناحيه الشمال لازم هحس ان هنا في تجويف او فراغ، انا ده مش عايزاه خالص. هتشوفوا دلوقتي انا هلمه ازاي. بصوا كده، هخش في الغرزه الثامنه، وهخش كمان في التاسعه، وهخش في الايه، في الاخيره. بصوا كده، وهلم ده كله مع بعضه خلاص، وهبتدي اشتغل غرزه الباف الجديده عادي جدا بطريقتي المعتاده. ادي 1، ادي 2، ادي 3. كويس. ادي اول غرزه باف، ثانيه 1، ادي الثانيه، وادي الثالثه، هاجي الناحيه دي. ركزوا معايا، هعمل اللي انا عملته في الناحيه دي بالظبط. اول غرزتين 1 2 هفوتهم وانزل في الثالثه. خمسة، 6. طبعا المفروض الغرزه الثامنه. هعمل الغرزه الثامنه ازاي؟ نقرب كده، هخش في دي والثانيه وكمان الثالثه، وابتدي الدور الجديد. الدور الجاي هعمله زي ده بالظبط، هنقص 2 يمين و2 شمال، هعمله وارجع لكم تاني. حبايبنا رجعت لكم تاني وانا في السطر التاني من التنقيص الزوجي. اخر غرزه عشان اوريها لكم بالمره مره تانيه ازاي باخد الثلاثه مع بعض في غرزه واحده. ركزوا معايا كويس. ادي 1 2 3. شوفوا انا هخش فين. دي اول واحده، استنوا الاول اشد كويس. اول غرزه اهي، تاني غرزه اخش في قلب الغرزه التانيه، تالت غرزه بخش هنا. بصوا فين؟ مش هنا، مش في مكان التجميع، تحته، واسحب الثلاث غرز مع بعض. هاجي هنا يا جماعه، بصوا لي منظر كده، انا كده فاضل لي بالظبط سطر واحد. هنا قدامي 4 غرز وهنا 4 غرز. هعمل غرزه الباف زي ما احنا اتفقنا، الباف ما بتتغيرش طول الشنطه. هشتغل غرزه الباف هنا، وبعدين هفوت هنا واحده بس، غرزه واحده بس. تعالوا كده نعملهم مع بعض. لا سوري يا حبايبي، اهو عشان نمشي مظبوط. برضو هضيق ايدي شويه عشان تطلع الشنطه شكلها حلو. ادي واحده غرزه حشو، وبعدين الباف الغرزه اللي سابقاها. 2 3. اوكي، ادي اول غرزه باف. تاني واحده 1، وبعدين التلاتة بتاع الغرزة بتاعتي. 1 2 3. اريح الغرز واطلع منهم كلهم مرة واحدة. تاني غرزة باف، التالتة اهي. خلي بالي الدنيا هنا بتبتدي تضيق لان انا شغالة في اخر سطر. تمام. وادي الغرزة اللي قبلها هشتغل. ادي 1 2، واريح ايدي. بصوا لي بقى هنا، انا عندي 4 غرز، 1 2 3 4 اهم.
1 2 3 4. هنزل في تاني واحده، اعمل غرزه واللي وراها هعمل غرزه. طيب زي ما اتفقنا لما باجي انقص هاخد الاتنين دول مع بعض عشان انا في الناحيه الشمال، يبقى هاخد دي كمان وبعد كده انقص عشان يبقى التنقيص والشغل بتاعي نضيف. هاجي اعمل غرزه الباف هنا كمان واقفل الناحيه دي زيها بالظبط. وبعدين واحد. يا جماعه عايزاكم اللي تتعب في الشنطه دي تريح، عشان الشنطه دي غرزه الباف فيها متعبه شويه عشان الخيط بتاعي سميك، فمش عايزاكم تضغطوا على نفسكم في الشغل خالص. ادي اول غرزه. تمام. ادي الثانيه. حبايبي ودي تالت غرزة. واحد اتنين ادي التالتة. هعمل ايه؟ هفوت غرزة اهو وانزل في اللي وراه. زي ما اتفقنا هنا لازم اعمل التنقيص، اخش في الغرزتين، ادي اول واحدة وادي تاني واحدة واعمل تنقيص مزدوج. بصوا كده انا كده خلصت الشنطة تماما. تمام. دول هقفلهم مع بعض بالخيط اللي فاضل لي من هنا. خلاص كل غرزة هقفل قصادها غرزة تانية. خلاص كده هخش هنا كده وهقص الخيط واشده وابتدي بغرزة بخيل الابرة بتاعت التابستري ابتدي اقفل الشنطة. الشنطة اظن شكلها بان خالص. كل الحكاية هقفل كل غرزة قصادها غرزة اهو. هخش هنا او انزل من تحت اهو. ممكن كمان ابتدي اقفل الغرزتين دول مع بعض الاول. اهو كده كل غرزة قصادها ايه الغرزة بتاعتها. تقفيل عادي خالص يا حبايبي، ما فيهوش اي حاجة. اهو اللي عايزه تعدي مرتين على فكره براحتها، يعني ترجع مره تانية براحتها، بس الخيط بتاعنا ده سميك فمتين جدا كده مفيش فيه اي مشاكل. اهو كده الشنطه اتقفلت تماما ايه من تحت اهو. تمام. وده شكل الشنطه من فوق اهو. طبعا انا هقفل الخيط ده تمام وهرجع لكم عشان نعمل ايه، عشان نعمل الكفر بتاع الشنطه ونعمل التقفيل النهائي بتاعها. تمام.
يا رب تكون الشنطه سهله عليكم. اسيبكم وهرجع لكم في الجزء الثاني من فيديو الشنطه.